السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت نشارك معكم هاد الطويجين ديال كفتة الميغلون بلا صوص. اول خطوه كنبدا بها، عندي هنا كيلو ديال المطيشه، كنقطع طريفات، وعندي جوج حبات ديال الفلفله حلوه حمرين كنقطع حتى هي طريفات، كنزيد عليهم جوج وريقات ديال الرند وثلاثه الحبات ديال الثومه ونص كاس ديال الماء، كنردهم فوق من البوطه، كنخليهم حتى كيطيبوا كيف ما كتشوفوا. هنا غنخليهم يبردوا شويه ومن بعد غنطحنهم. هانتوما من بعد ما كنطحنهم كنصفيهم. هاد لاصوص البنات كتجي غزاله مع ديك الفلفله، كتعطي واحد اللوين اللي كيجي زوين. ممكن نسموها نخليوها هكا البيتزا ولا نستعملوها لي باط. المهم مزيانه الواحد يوجد حتى يحطها عنده وقت ما كنحتاجوها كنجبدوها. هنا درت واحد الكميه في الطاجين، زدت عليه الكمون، البزار، زدت ليهم شويه القزبور اليابس وشويه الخرقوم معرق، غنزيد عليهم شويه القزبور ومدنوس والزيت الروميه. كنخلط كلشي وكنغطي على الطاجين، كنخليه حتى كيتشحر. هنا غندوز نوجد معكم هاد الكفته ديال الميغلون ولا الكولا، درتها في الروبوك من بعد ما فيليتها، زدت عليها جوج حبات ديال الثومه مطحونين وقزبور ومعدنوس. بالنسبه للعطريه درت غير ويست المعلقه من كل حاجه، درت شويه ديال الابزار وشويه ديال الخرق معرق وشويه الكمون وقزبور يابس والتحميره. صافي كنطحن الكفته ديالي في الروبوك كيف ما كتشوفوا. من بعد ما طحنتها غنشكلها على شكل كويرات. صافي من بعد ما ساليتهم هنا غندوز نشوف لاصوص. من بعد ما تشحرات لي زدت عليها جوج وريقات ديال الرند وزدت عليهم جوج عريشات ديال اليازير. هاد الكفيته ديال الميغ كتجي فيه الطيبه ديال الاعشاب. صافي من بعد ما كستفت الكويرات كنزينهم بالحامض والمزيودات حارين، درت لهم شويه الملح من الفوق وشويه الزعتر اليابس حكيته ما بين يدي وشويه الزيتون كنغطي عليه حتى كيطيب كيف ما كتشوفوا. من بعد ما تشرب لي هاد الطويجين كنقدموا لكم بهذه الطريقه. عرفتي البنات صدقوني واحد الريحه فيه غزاله. قدمته هكا كيف ما كتشوفوا مع الشليضات مغربيين. كنتمنى هاد الطويجين يعجبكم وتجربوه بالصحه والراحه.